لا تجيبلي شوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا، لا تجيبلي شوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. مقابلني عالزراعي والشمس حامية علي، مقابلني عالزراعي والشمس حامية علي، قولي اطلب يا صبي انا قلت شوكولاتة يا ولا، لا تجيبلي شوكولاتة لا بلاش. يسعد لي أوقاتكم يا أحلى ناس وأحلى أصحاب وأحلى أصدقاء على اليوتيوب. سعيدة جدا جدا بيكم ويا رب كلكم تكونوا بألف خير. وعايزة أقول لكم كمان مبسوطة جدا بالاشتراكات الجديدة، حقيقي سعيدة بيها. وكمان الصحابي بقى القدام الحلوين اللي عائلتنا بتكبر إن شاء الله مع بعض. ويلا بينا مع بعض نعمل كيكة السعادة، كيكة الفرحة، الكيكة اللي بتخلينا سعادة جدا، كيكة الشوكولاتة. أي حاجة فيها الشوكولاتة بنحبها أكيد. اول حاجه بقى عندي بسكوت شاي 2 باكت، وعندي كوبايتين من اللبن، معلقتين من النشا، معلقتين من الكاكاو الخام، نص كوبايه من السكر، نسكافيه حوالي معلقتين طبعا حسب الرغبه زي ما بتحبوا، وكمان قطع من الشوكولاته اللي هي شوكولاته الطبخ، وكمان الفانيليا السائله. ممكن تكون فانيليا عاديه برضو. اول حاجه هجيب اللبن هنزل بيه في الحله وهنزل عليه بالسكر. ممكن سكر بودرة مفيش مشكلة، ممكن تحطوا عسل. يعني بصوا هنا بديكوا كده أفكار، وممكن نعمل حاجات مختلفة شوية، نغير في الوصفة تطلع طعمها أحلى، وانتوا أكيد شطار وأحسن مني بكتير. هقلب شوية بقى السكر كده مع اللبن على النار، وبعد كده هنزل بيه الكاكاو الخام. الكاكاو الخام اللي أنا ضفته هو زي ما قلت لكم حوالي معلقتين، بس حبيت ان انا عايزه كده لونها يبقى غامق شويه داكن، فرحت ضايفه معلقه كمان، فهي من معلقتين ل3 على حسب اللون بتاع الشوكولاته. بعد كده هجيب الفانيليا وهنزل عليها بنقطتين مش اكتر من كده، بس لو كان ما عندكيش السائله ممكن تبقى ظرف كامل من الفانيليا بتضيفيه على طول. هنزل على طول بالشوكولاته اللي هي القطعه. بالنسبة بقى لي أول ما هلاقيها كده بتغلي شوية هجيب النشا وهنزل بيه على طول، بس قبليها طبعا هدوبه في شوية مية أو شوية لبن، وبعد كده أنزل بيه على الخلطة الحلوة بتاعتنا دي. هسيبها بقى تغلي غلوة 2 لحد ما الاقيها بدأت تمسك معايا وتبقى يعني بودنج حلو قوي. ممكن توقفيكي على كده، ممكن تصبيه بعد كده بقى في كوبايات، كاسات، اطباق. والله فعلا يعني عايزه اقول لكم ممكن ما عندكيش بسكوت خلاص اتصرفي واعملي كده، والله يبقى تحفه. بعد كده بقى بصوا السماكه دي اللي انا عايزاها دي كده، بعد ما برد شويه بدا يتكتل شويه، بس طبعا هنحطه في الميكرويف شويه او على النار كده، بس تقليبه بسيطه. هو ده السمك اللي انا عايزاه. هسيبها على جنب بقى تبرد، وبعد كده هنيجي نعمل الدريسنج بتاع البسكوت او السائل اللي هنحط عليه البسكوت عشان يطرى شويه ويبقى حاجه كده بتدوب في البق، حاجه روعه يعني. هو شويه النسكافيه واللبن، مش عايزه نسكافيه، مش حابه طعم النسكافيه، لبن بس، بحيث بس ان انا ابل البسكوت شويه. هقلبه بقى مع بعض. طبعا اللبن ساقع فهيعمل بقى الرغاوي اللي انتوا شايفينها دي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، هرص يعني عادي خالص، هبل البسكوته وارص كده في الصينيه اول طبقه. بعديها بقى هجيب البودنج بتاعنا، وهغطي بقى طبقه البسكوت الحلوه دي كلها. مش عايزه اشوف وش البسكوت ده خالص، عايزه اشوف بس الشوكولاته. هعمل نفس الحكاية وكرر نفس الموضوع. دي كده الطبقة التانية بالبسكوت، بس بسكوتة خلي بالك عشان ما تتكسرش منك، فخليكي بس يعني حنينة شوية مع البسكوت ده. وهجيب برضو البودنج وهغطي كل الوش بتاع البسكوت، غطيه للآخر خالص خالص، مش عايزة شكل البسكوتة تبقى باين.
دي بقى الطبقة التالتة. على فكرة ممكن تعملي طبقة 2 3 5 على حسب السمك الصينية اللي عندك. هتمسك نفسها وما تقلقيش، كده كده هتخش التلاجة وكل حاجة هتمسك في بعض، فمش هتقولي هتقع منك او كده خالص خالص، جربي. دي طبعا كده الطبقة التالتة. خلاص هجيب بقى ايه الشوكولاتة واغرقها برضو من فوق الوش. عايزه اقول لكم السنه دي ما قعدتش يوم، يعني تقريبا خلصت في نفس اليوم. مش عارفه يعني كنتش متوقعه حلاوتها قوي كده، بس لا طلعت فظيعه يعني. جربوها بجد هتعجبكم قوي. خلصت كده بقى الطبقات بالبودنج بكل حاجه. هعمل بقى صوص شوكولاته كده فوق الوش. هجيب بوله الشوكولاته دي، هنعملها صوص بطريقتين. لو عندك كريمه كريمة اللي هي الحلويات، هتضيفيه عليها تحطيها تسخنيها على حمام بخار وهي تبقى صوص وتمام تمام كده زي الفل. ان ما كانش عندك الكريمة هنتصرف، احنا برضو ستات شاطرين. هنجيب اللبن، لبن عادي او الحليب يعني، وكمان معلقة من الزبدة، وكل ده هيتسيح برضو على حمام بخار، هيديكي نفس النتيجة ومفيش اي مشكلة خالص. انا كده بقى ادوبها كويس، خليها صوص شوكولاته خالص. وبعد كده بقى هجيب الصينيه وهنزل على طول بالصوص ده، اغرقها بقى يعني. بصوا يعني تتنسف نسف بصراحه. بعد كده بقى اخر حاجه شويه كاكاو خام على الوش، رشه كده حلوه، مش هيمرر معاكي نهائي وما كنتش حاسه بطعمه تماما. بس وادي كده الصينيه بتاعتنا. يا رب اتمنى تجربوها واشوفكم على خير، ويلا باي باي.